السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المعاقين، رانا ولينا بعد ما كنا رايحين نعتزلوا، بصح لقينا الظلم مازال مستمر والحقرة مازالها مستمرة. نتمنى منكم يا خوتي تبارطاجيو الفيديو هذا، ونتمنى منكم تسمعوا مليح، ونتمنى منكم تناضلوا وما تسكتوش على الحقوق تاعكم وتاعنا، على خاطرش كما راكم تعرفوا رانا في دولة عنصرية، دولة حقارة تحقر المعاق. كما راكم شفتوا باللي منحة البطالة 18% رفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وراهم يتكلموا عليها الإعلام فخر بكذا وكذا. أما المعاق المسكين الذي لا حول ولا قوة له راهم دفنوه وهو على قيد الحياة. خوتي نخليكم تسمعوا الفيديو هذا ومن بعد نعقبوا عليه يا خوتي. اللي بعدها المنحة الخاصة بالمعوقين 712 ومليون و200 ألف، يعني أصبحت لا تكفي هؤلاء حتى للحليب، فما بالك بالعيش الكريم. وعلى هذا أنا أرى أننا نرفع على الأقل إلى 20,000 دينار جزائري. لازم نديروا بطاقة وطنية تحصي فيها المعوزة هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة حسب الكفاءة نتاعهم وحسب مستواهم وحسب الإعاقة تاعهم، باش يكون عندنا بنك معلومات. تخفيض سن التقاعد لهؤلاء بالنسبة للرجال إلى 50 سنة والمرأة إلى 45 سنة. أنا أعرف أستاذ في بلدية سيدي معروف ولاية جيجل معاق قال لي خلصت أني كملت. مدير على الأقل أنتم تنسقوا مع وزارة التربية وتجدوا حل لهؤلاء الناس على الأقل وكما راكم شفتوا يا خوتي، ياك سمعتوا واش راهو يقول، وماشي غير هو، شحال من برنامج هضر على المعاق وهضر على المشاكل تاع المعاق والجوع تاع المعاق والاضطهاد تاع المعاق والحقرة تاع المعاق، وهادو في زوج راهم يسمعوا، راكم تشوفوا فيهم، ورئيس الجمهورية راهو يسمع ويتبع البرنامج، أي مستحيل ما راهوش يسمع ويتبع في البرنامج. وهادو راهم يسمعوا وراهم متجاهلين المطالب تاعنا، وراهم حاقريننا، وراهم مجوعيننا، وراهم عاصين علينا، على خاطرش لقاونا لا حول ولا قوة لنا، وراهم متعمدين يتجاهلونا، متعمدين يحقرونا، خاطرش حنا لقاونا مساكين ما عندناش لا حول ولا قوة نقدروش ندافعوا على رواحنا. وين راهو العيش الكريم؟ وين راهو العلاج؟ ما كاين حتى حاجة. 12% هذيك اللي راهم يعطيوها لنا و700,000 هذيك ما تكفيش حتى اسبوع، سمعتوا؟ ومنحة البطالة ما هضروش عليها البطالين وما طلبوش من الحكومة بالرفع، ورفعوها ويقولوا رفعناها، والشاب الجزائري لازم ما ندلوش ولازم ما يمدش يدو ولازم يعيش عيشة كريمة، الخطرش هذاك يقدر يدافع على روحه، هذاك يقدر يدافع على روحه، وهذاك يسبب لهم المشاكل. بصح المعاق المسكين المقبور ما يقدرش يدافع على روحه، على بها حقرونا. علاش اخي المعاق اختي المعاقة بنتك راهم يشوفوا فينا احنا مواطنين من الدرجة الأولى كما الأصحاء؟ لا ما همش يشوفوا فينا مواطنين جزائريين كالأصحاء. كون جاو صح يشوفونا صح مواطنين جزائريين كباقي الجزائريين، وراهم عطاونا منحة تكفينا وتصون الكرامة تاعنا وتعطينا حق في العيش الكريم. بصح لا، هما يشوفونا احنا مجرد كائنات حية فقط، على بها راهم حقرونا وطهدونا، وما عندناش الحق في العيش الكريم، ما عندناش الحق في العيش الكريم، وما عندناش الحق حتى في حاجة في الجزائر. راهم حاقريننا ولازم ندافعوا على رواحنا، ما نقعدوش ساكتين. إذا قعدنا ساكتين والله ما رحمونا، والله ياكلنا الجوع وياكلنا الفقر. سمعتوني خوتي؟
وراهم يوهموا فينا وكأن مجانية النقل شيء عظيم، وكأن مجانية النقل شيء عظيم وداروا إنجاز عظيم. هذه الأشياء كانت من بكري، كانت كاينة وعاودوا سيرجوها كما يقولوا، عاودوا سيرجوها وعاودوا خرجوها ويفتخروا بها وكأن المعاق هذا راهو عايش لاباس فيه. واصلا هاد الاخر، هاد مجانية النقل راهي في النقل العمومي، والنقل العمومي هذا ماهوش متوفر في كل مكان، يعني كاين خطوط معينة يروح لها النقل العمومي هذا. فهمتوني خوتي؟ هذا مكان انت وما عندك التقيمة وانا وما عندي التقيمة في البلاد هذا. احنا يحقرونا، احنا يجوعونا، لقاونا ما عندناش لا حول ولا قوة لنا. احنا واش وقتاش يحتاجونا؟ احنا يحتاجونا في الانتخابات باش يعمروا بين الصناديق. هذا هو، احنا يستغلونا سياسيا. احنا كيستحقوا في الانتخابات يستحتاجونا باش يستغلونا سياسيا، كي يكملوا بينا يرميونا. شفتوا هذوك الاوراق اللي نحطوهم في صناديق الاقتراع من بعد الفرز، هذاك الرئيس اللي يطلع ولا هذاك الوزير اللي يطلع ولا هذاك البرلماني يطلع، هذوك الورق يترماو تولي ما عندهم حتى قيمه، صاي وقدر الغرض تاعو بالاوراق هذيك. هكذاك حنا كيقضيو بينا الغرض تاعهم ارمي لابوبال. فهمتوني خاوتي؟ واذا انت راك مثل تسمع الام داوي الهم هذيك راهي تصبر فيك وراهي تمشي فيك حتى نهار يحكم عليك ربي بالموت. فهمتوا خاوتي؟ الزياده ما كانش ولازم تدافعوا على رواحكم، والزياده ما راحش تكون، والله ما رحمونا. ديروا في بالكم مليح، راهم يهضروا شحال من مره يهضروا علينا البرلمانيين، وشحال من مره وراهم يسمعوا، ورئيس الجمهوريه راهو تبع البرلمان وراهو يسمع وما طبق حتى حاجه. على خاطرش على بالو بلي احنا لا حول ولا قوه الا بنا، لا حول ولا قوه لنا. احنا ما عندنا حتى قيمه، واللي باغي يقعد يصبر في روحه ويسكت والله العلي العظيم مازال تشوف العجب، ومازال تشوف الفقر، ومازال تشوف الجوع. ما يرحمك حتى واحد في الدنيا هذه، ابا اذا نضت انت ودافعت على روحك، انت هو اللي راح ترحم روحك بالدفاع على نفسك. هذا الشيء اللي راح نقوله لك، ونتمنى منكم الاشتراك والبارطاج. اسمعوني مليح خوتي، ما تسكتوش، ما يرحمكمش. إيجاد أماكن عمل تساعد الإعاقة نتاعهم.